السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم بسبوسة كيك بحجم عائلي، اقتصادية، بمكونات بسيطة متواجدة في كل بيت، بمذاق البرتقال. كتجي لذيذة بزاف، ما تشبعوش منها. كتجي خفيفة هشيشة معلكة، تذوب ذوبان في الفم. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنساوش تخليو لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائدة. نشوف المكونات وطريقة التحضير. نحتاج 4 كؤوس من السميد اللي كنعملو به البسبوسة والحرشة. السميد من الأفضل يكون نوعية جيدة. نزيد عليه نصف كأس من جوز الهند أو الكوك، حتى هو يكون نوعية جيدة باش المذاق يجي زوين. فانيليا كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة. رشة ملح لتحسين الذوق. نخلط النواشف جيدا. غنزيد نضيف السكر كأس إلا ربع، ونخلط المكونات جيدا. نضيف كأس من الزيت النباتي. ونحاول نلبس السميد جيدا بالزيت. كنخدمو بيدي على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. هذه المرحلة مهمة جدا. نزيد نضيف مبشور برتقالة، ممكن تعوضوه بمبشور ليمونة حامضة. هاد البسبوسة او هاد البسبوسة كيك غتجي بمذاق البرتقال. نخلط كل شيء مزيان. غنزيد نضيف خميرة الحلويات 16 غرام، 2 أكياس. نضيف نصف لتر من الحليب السائل. ونمزج المكونات جيدا بالطراب اليدوي. كنحصل على خليط خفيف نوعا ما، لكن غيزيد يسقل لأن السميد كيشرب. هذا هو القوام اللي حصلت عليه، قوام خفيف نوعا ما لكن غيزيد يسقل. نحتاج مقلاة دهنتها بالزبدة رشيتها بالسميد. هاد المقلاة ديال الوجدة المقاس ديالها 30 سنتي. هاد المقلاة كتكون ثقيلة. صبيت فيها الخليط كامل. ندخلها الفرن ساخن من قبل على درجة حرارة 180 درجة. ضروري الفرن يكون ساخن من قبل. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت حتى طيب، عاد نزيد نشعل عليها من الفوق تاخد لون ذهبي. نحتاج كأس ونصف من عصير البرتقال، هو اللي غنسقي به البسبوسة من بعد ما طيب. عصير طبيعي. نضيف عليه نصف كأس من السكر ونوضع الإناء على النار، خليه يغلي شوية. ممكن تعوضوه بالسيرو أو القطر. من بعد ما طابت البسبوسة مباشرة كنسقيها بعصير البرتقال اللي عملت معه السكر. كيف قلت لكم ممكن تسقوها بالسيرو، انا ما بغيتهاش تجيني حلوه بزاف، داكشي علاش سقيتها بعصير البرتقال. كنسقيها مزيان كميه كامله سقيت بها البسبوسه، نخليها حتى كتشرب مزيان. عاد ندهن الوجه بمربى المشمش. كندهن الوجه كامل ونزينها بجوز الهند او الكوك. التزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينوها باللوز كونكاسي او كاوكاو كونكاسي اللي متوفر عندكم. ممكن تقدموها بدون تزيين كيبقى الشكل ديالها مزيان. كنقطعها بكل سهوله. انا قطعت على هذا الشكل هذا، قطعت قطع كبيره.
غنهز لكم قطعه باش تشوفوا الشكل ديالها كيف عمل. هذا هو الشكل ديالها عن قرب، كتجي خفيفه هشيشه ذوب ذوبان في الفم. بسبوسه كيك بحجم عائلي، اقتصاديه بكميه كثيره، بمكونات بسيطه متواجده في كل بيت، ممكن تحضروها في اخر لحظه، من اسهل والذ ما يكون. انا عملتها بمذاق البرتقال، ممكن تعملوها بمذاق الليمون الحامض حتى هي كتجي زوينه. ممكن تقدموها مع الشاي او القهوه. انا عملتها في هذا المقلاة ديال الوجده اللي كتكون ثقيله. كيف قلت لكم المقاس ديالها 30 سنتي، ممكن تعملوها في اي قالب بغيتو.